ولسه مكملين مع بعض في سلسلة تنظيفات رمضان 2024. كل سنة وانتم طيبين، وأعاد الله علينا كده وعليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات والصحة والسلامة إن شاء الله كده علينا جميعا. فلسه مكملين في التنظيفات دي. اللي ما شافش أول التنظيفات لازم يروح يشوف الفيديوهين دول. عملنا الريسبشن كله، عملنا الانتريه والسفرة وفيديوهات مشجعة جدا جدا. والنهاردة بقى هنكمل مع بعض باقي التنظيفات دي. بس قبل اي حاجة، لو انتي لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان تسيبيلي كومنت حلو منك كده علشان اعرفك ونبقى اصحاب كتير قوي مع بعض. وطبعا لو انتي عندي بالفعل في القناة ومشتركة فهستنى منك تعليق حلو كده وتقوليلي ايه رأيك في اللي انا عملته النهاردة كده. انا هعمل معاكم المطبخ. ايوه، التنظيفات اتلخبطت معايا شوية عن اللي انا كنت عاملة حسابه. بصراحة انا كنت قايله لكم ان انا هبدأ بالشقة الاول وبعد كده المطبخ، بس بصراحة حاسة مفيش وقت قوي، فقلت لا هاخد المطبخ. وكده كده انتوا عارفين ان المطبخ عندي اصلا اوبن على الريسبشن، فقلت خلاص عشان تبقى منطقة الريسبشن دي كلها كده احس ان فيها نظافة وان كلها كده خلصت مرة واحدة. فكمان المطبخ اليوم ده كان مليء بالكوارث والمواعين طبعا، فقلت لا خلاص وانا واقفة كده بالمرة اخلص كل حاجة فيه ان شاء الله. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، فقسمت فيديو المطبخ ده على جزئين. الجزء اللي انتوا هتشوفوه النهاردة والجزء الجاي ان شاء الله كده الفينش بتاع المطبخ. وهيبقى فيه جزء اخير بقى اللي هو في الاخر خالص وانا بفرش معاكم بقى حاجات رمضان ان شاء الله كده الجديدة. فايه ده في اخر خالص بقى واحنا بنشطب الشقة نفسها. فان شاء الله الفيديوهات دي هتعجبكم جدا. بس قبل اي حاجة كده يعني النهاردة او قبل ما ابدأ في المطبخ قلت لازم انضف كل المواعين اللي عندي الاول. ما ينفعش تبدأي اي تنظيفات من غير ما يكون عندك اصلا المطبخ نظيف. ازاي يعني؟ لو انت عندك مواعين وعندك طبيخ وعندك مش عارفة ايه والكلام ده كله، هتلاقي ان التنظيف نفسه صعب عليكي. لكن لما تكون كل الحاجات دي رايقة، لا هتلاقي التنظيف سلس وسهل كده وكل الكلام الحلو ده. فانا قلت لا قبل ما ابدأ في اي تنظيفات او افتح طبعا ادراج او الحاجات دي. اسفة صوتي خلاص، صوتي بيروح. قلت طبعا قبل ما افتح اي دراج او اي حاجة هنضفها لازم اكون غسل المواعين كلها. لميت كل المواعين اللي عندي وشلت كده القمامة ونضفت المواعين بتاعتي ورصتها، وبدأت كده ان انا اغسلها معاكم. وهفضي بقى كل الرخامة علشان نبدأ الشغل على نظافة وروقان. وحشتوني كتير بجد من اخر فيديو، وحشتني الفيديوهات معاكم. انا عايزه اقول لكم ان بجد انا بتشجع بالفيديوهات دي، يعني زيكم. يعني لو انتوا بجد بتتشجعوا مني فدي حاجه تفرحني جدا. بس عايزه اقول لكم ان انا بجد اللي بتشجع لما بفتح الكاميرا وبصور والكلام ده كله. انا بحس نفسي ان انا كده لا هقوم واعمل وعايزه اشتغل وعايزه اصور، فبجد بتبقى حاجه حلوه جدا. خلصت بقى كل المواعين زي ما انتوا شفتوا كده، وكمان غسلت الرخامة بتاعة البار الاول علشان احس كده ان الدنيا فيها نظافة وهدوء. لكن الرخامة بتاعة المطبخ نفسه هستنى عليها شوية لغاية لما اخلص التنظيف يعني. بس دي قلت تبقى قدامي كده رايقة ونظيفة علشان بس عيني ما تتعبنيش، عشان كان عليها كمان الاكل والكلام ده كله، فكان في حاجات وقع عليها. غسلتها بقى كويس كده بالصابونة ولمعتها ونشفتها. وعايزة اقول لكم المساحة الصغنونة دي بتاعة الاسطح بجد حلوة جدا. انا معرفش ازاي ما كنتش جايبها من الاول، بس بجد حلوة قوي. هنا كده انا هشيل كل حاجة على الرخامة علشان لما اطلع الحاجات من الادراج يبقى برضو عندي مساحة وما احسش ان الدنيا ضيقة كده، او يعني احس ان في مساحة حلوة كده ان شغالة فيها.
فشلت كل الحاجات اللي كانت على الرخامة. من الحاجات اللي انا عايزة اقولها لكم ان انتوا لما تيجوا تنظفوا بلاش تكركبوا الدنيا عليكم قوي، يعني ما تشيلوش كل الحاجات اللي في المطبخ مرة واحدة وتبدأوا تنظفوها علشان انتي مثلا متشجعة او متحمسة. بجد هيجيلك وقت كده في النص هتتضايقي من كتر الحاجات اللي هتلاقيها قدامك. لكن لما تعملي زي كده جزء جزء ده هيريح عينك. لو سبتي الشغل لأي سبب من الأسباب في النص هتلاقي انت سايبه برضو المطبخ نضيف، مش سايباه متكركب ولا في مواعين طالعه ولا في حلل ولا في معالق ولا الكلام ده كله. فدي نقطة مهمة جدا ان انت برضو وانت بتنضفي طول ما انت بتعملي جزء جزء الدنيا هتبقى رايقة وسهلة عليكي، مش هتستصعبي الموضوع يعني. هنا كده انا كنت بوريكم المأساة اللي عندي. انتوا عارفين او في معظمكم يعني عارف ان انا كنت ساكنة في شقة ايجار قبل ما ابني شقتي اللي انا ساكنة فيها حاليا. فانا كان عندي المطبخ بتاع الشقة بتاعي اللي انا اتجوزت في الشقة اللي هناك دي، فانا اسست المطبخ على اساس الشقة اللي انا هقعد فيها. فكان المطبخ بتاعها كانت شقة كلها واسعة بس كان مطبخها صغير مش كبير. فانا كنت عاملة قطعتين وقطعة كده لوحدها. قلت برضو مش عايزة اربط القطعة دي بدي علشان ما يبقاش المكان ضيق. وفعلا انا في الشقة اللي هناك ما كنتش بحط القطعة الطويلة اللي انا حاطة فيها الخزين. المهم ايه المشكلة اللي واجهتني بقى لما جيت هنا؟ ان انا لما عملت الرخامة لف المطبخ ما جاش غير في المنطقة دي، فدخلت الادراج تحت الحوض تحت الرخامة بتاعة الحوض. فبجد موضوع بيبقى موتر جدا وسيء جدا ان انا الدرج اللي من فوق ده تقريبا يعني هو ده بس مثلا اللي انا عندي معاه مشكلة ان انا مش بقدر استخدمه كتير. فانا بحط فيه الحاجات اللي انا مش بستخدمها كل يوم او مش الاستخدام يعني بستخدمها كل فترة كده متفاوتة يعني. بس انا كنت حبيت احكي لكم، رغيت كتير انا رغاية، بس حبيت احكي لكم مأساتي مع الادراج دي. ربنا بس كده يكرمني ان شاء الله ونهدى شوية كده من تشطيبات الشقة اللي احنا فيها، وان شاء الله اول حاجة هعملها المطبخ. اي نعم حازم مش موافق على اي حاجة وشايف كل حاجة كويسة، بس لا المطبخ ليه معايا نظام تاني كده ان شاء الله قريب يعني. هنا كده انا كنت طلعت كل الحاجات اللي في الدرج، المعالق والصفايات وكل حاجة كانت فيه عموما، والمنظم كمان اللي كان فيه، وغسلتهم كلهم. لان انا زي ما بقولكم الدرج ده انا مش بستخدمه كتير، فكان لازم اغسل كل حاجة فيه علشان ابقى مطمنة، لان انا سايباها بقالي فترة، فعشان بس ما يبقاش فيه تراب او اي حاجة فقلت لا لازم اغسل كل حاجة فيها. مش لازم طبعا او مش شرط ان احنا واحنا بننظف ان احنا هنغسل كل الحاجات دي، لا كده كده الواحد ما بيبقاش حاطط حاجة مش نظيفة يعني في المطبخ بتاعه. احنا بس اللي بنعمله في التنظيفات ان احنا بننظف الخشب نفسه اللي عندك، يعني القطعة نفسها. لكن انا بحكم ان انا مش بفتح الدرج ده كتير فانا غسلت كل حاجة فيه، لكن انا عندي الحلال محطوطة نظيفة والكلام ده كله فما عملتش فيها حاجة بصراحة. دول رجعتهم شلتهم ورجعتهم زي ما هم بعد ما هغسل كل الحاجات اللي حواليهم. بس غسلت معاكم كده كل حاجة. اكتبولي بقى في الكومنتات بدأتوا تنظيفات رمضان ولا لأ، وبدأتوا كمان تفريزات ولا لأ. انا بصراحة لسه ما بدأتش اي حاجة في التفريزات، بس انا فرحت بالموضوع ده لان انا كده كده مش من الاشخاص اللي بتحب تفرز كتير يعني مش بحب الحاجة تتفرز لفترة طويلة. فكويس قوي ان انا هوضبهم بس كده قبل رمضان علشان تبقى الحاجات سهلة معايا في رمضان، لكن انا مش عايزاهم يبقوا متفرزين لفترة طويلة بصراحة. هعمل معاكم كل الحاجات دي ان شاء الله بعد ما نخلص التنظيفات. هقول لكم انا هفرز ايه بالظبط وهوريكم كل حاجة. هنا كده انا كنت خلصت خلاص الدرج الاول
بعمل الدرج التاني، حاولت ان انا اعرف افكه بس لقيته لا مش هينفع برضو، فخلاص سيبته زي ما هو. وهطلع كل الحاجات اللي فيه واغسلها برضو، مش عارفة اغسلها ولا لا بصراحة. المهم ان انا هطلع كل الحاجات اللي فيه علشان اشوف بقى الدرج ده هحط فيه ايه والدرج ده هحط فيه ايه، عشان لو في حاجة اتلخبطت او حاجة اتحطت مكان حاجة. فعملت كده، كنت بقى بغسل الدرج من جوه ومن بره وبخلص كل حاجة فيه علشان احس ان هو خلص. يعني ما سبتش مثلا من بره اقول للاخر او كده، لا بصراحة كنت باخد الدرج من اوله لاخره علشان اخلصه. عايزه اقول لكم ايه البريل يعني اللي انا بستخدمه هو مرغي والله جدا، بس الاضاءة واللون بتاع المطبخ نفسه هو اللي مش مخلي فيه باين يعني التنظيف او الرغاوي او كده. لكن كل حاجة نظيفة وكل حاجة كويسة. يعني انا في الطبيعي بغسل المطبخ، يعني في الايام العادية بجيب الملمع بتاع الازاز وبمسح بيه المطبخ عادي في الايام السريعة. لكن قلت لا، عشان دي تنظيفة يعني عميقة ومش عارفة ايه والكلام ده، ان انا هغسله بصابون يعني والكلام ده كله. لكن دي مش عادتي الاساسية مثلا اللي هي مثلا كل اسبوعين او الكلام ده كله ان انا بعملها، لا. اللي كل اسبوعين دول انا بعملها بالسبراي عادي اللي هو ملمع الازاز العادي، وبيبقى حلو جدا وبيديني لمعة حلوة جدا للألموتال. هنا كده انا كنت بدأت كده ارص الحاجات ايه اللي انا بستخدمه كتير وايه اللي لا، علشان ابدأ احط في الادراج الحاجات بتاعتي. ما حبيتش اجرلكم حاجات كتير من الفيديو. ايوه طبعا انا مختصرة حاجات كتير جدا، اكيد التنظيف ده كله مش في 20 دقيقة اللي انا منزلاها، اختصرت لكم حاجات كتير قوي. لكن حبيت المجمل يعني اوريكم انا عملت ايه، علشان يعني انا عارفة كل واحدة بتنظف في بيتها بتبقى شاطرة وبتعمل احسن حاجة ليها، بس الواحد بيتحب يتفرج على حاجات كده تديله دفعة كده ان هو يقوم ويشتغل. فانا بس حبيت اوريكم انا عملت كل ايه، كل اسمها ايه، عملت يعني كل حاجة ازاي علشان نبقى متابعين بعض كده واحدة واحدة. ما بحبش زي ما قلت لكم ان انا اكركب نفسي قوي، وده اللي حصل معايا. ان انا علشان بشيل كل حاجة في وقتها وبعمل جزء جزء، ان ابني صحي. انا كنت بعمل المطبخ ده تقريبا الساعة 4 الفجر او حاجة زي كده، فابني صحي في الوقت ده وقعد يعيط وكان عايزني انام جنبه. فعايزه اقول لكم ان انا سبت كل حاجه في المطبخ ورحت له علشان انيمه والكلام ده كله. فانا كنت سايبه المطبخ نظيف. دي الحاجه بقى الوحيده اللي بتفرحني لما باخد جزئيه جزئيه، ان انا لما باجي اسيب الحاجه مثلا لسبب معين كنت سايبه المطبخ نظيف. يعني لو جوزي صحي او اي حاجه مفيش كركبه ولا بهدل، ولو حد طلع لي في اي وقت مفيش كركبه ولا الكلام ده كله. فدي احسن حاجه بتحصل لما بتاخدي جزء جزء. كنت خلاص الدرجين وغسلت المنظمات بتاعتهم وغسلتهم هم من جوه يعني وبره والكلام ده كله. بس وكان معايا فوطين، فوطة بشيل بيها الصابون والكلام ده كله، والفوطة التانية بعد ما بنضف يعني الصابون مرة واتنين بنشف بيها بقى. الفوطة اللبني اللي هتشوفوها دي هي دي اللي انا بنشف بيها اي مية، علشان الألموتال بالذات او الخشب. يعني انا هتكلم على اللي عندي، الألموتال هو مش بيحب المية كتير، فلازم انشفه كويس جدا. وكمان المية في اي مكان بيتهيألي هتعمل ريحة مش لطيفة يعني، فانا لازم انشف الحاجة كويس قوي. وعايزة اقول لكم ان هنا بيتهيأ لكم ان انا برجع الحاجة على طول، لكن انا لا، كنت بسيبها 5 دقايق او حاجة، بظبط حاجة، بلم حاجة وقعت مني، حاجة سبتها هنا وكنت بسيبه يتهوى شوية. يعني ما كنتش برجع الحاجات مكانها على طول. حطيت بقى الحاجات بتاعتي، حطي بالرصة اللي تعجبك وبالرصة اللي تريحك. انا مطبخي ما كانش مرصوص كده اصلا،
ومطبخي اساسا انا جيت بعد ما اتجوزت شلت حاجات كتير قوي منه، شايله حاجات في الضرفه الطويله بتاعه الخزين، حلل وحاجات كده انا مش بستخدمها علشان في الضرفه التانية هتشوفوها دلوقتي. انا شايله فيها حلل من فوق خالص لان انا مش بستخدمها، وحاطه قدامي بس اللي بستخدمه. يعني كل واحد بينظم بقى حاجته على حسب ارتياحه الشخصي في الاخر. انا عايزه اقول لكم ان انا تعبت. هي كلها حاجات بسيطه والله، ولو عملناها بصوا انا كنت هنا عايزه اوريكم ان البتاع فيه رغوه، بس هو الاضاءه مع لون تقريبا المطبخ او كده هو اللي مش مبين يعني. لكن لا انا لما ببدأ في حاجه وانضفها ببقى شاطره جدا. خلصت كده التنظيف بتاعه من جوه، بنشفه مرة واتنين، وبغسل الفوطة اللي معايا دي مرة واتنين وانشف البتاع ده كويس جدا من الصابون. وبعد كده بقى بجيب الفوطة التانية وبنشفه زي ما قلت لكم. اكتبولي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في تنظيفي، وايه رأيكم في الرص بتاعي ده. هو الموضوع مش افتكاسة يعني، رصة الحاجات عادية، وده اللي بقولكم عليه، ان كل ما بترصي الحاجة على طبيعتك انتي مش طبيعة حد مثلا بتشوفيه او هو اللي بيريحك وهو اللي بيريح استخدامك. يعني زي مثلا الدواليب جت في فترة كده مش عارفة كان في بطة ووزة وبتعملوا ايه والكلام ده كله. انا جيت لما جوزت قلت لهم ابدا استحالة، كان طالع في الفترة بتاع الجواز الحاجات دي، قلت لهم استحالة اعمل كده، يعني من تاسع المستحيلات مش رابع بقى. بصوا ابدا انا هرص حاجتي بطريقة حلوة وشيك وكل حاجة، بس يعني الالوان متقاربه من بعض هحطها ورا بعض، الكلام ده كله برصه بسيطه جدا، هو ده اللي يعجبني واللي انا حباه واللي انا هستخدمه بعد كده. لكن الحاجات الاشكال والبهرجه دي لا ماليش فيها نهائي بصراحه. فكل واحد يعمل كده الحاجه اللي بتريحه بتسهل عليه الدنيا. هنا كده انا كنت خلاص يعتبر خلصت المطبخ، فاضلي بس اخر ضرفه اللي هي الصغنونة اللي تحت الأدراج دي هعملها معاكم دلوقتي. للي ممكن يقولي السؤال ده يعني ان ازاي حاطة حاجات كتير قوي مع بعض مش شبه بعض، علشان المطبخ بتاعي صغير، فممكن تلاقوني حاطة صواني مع البورد بتاعت اللي هي القطاعات مع طبق تسالي كنك القهوة، الحاجات دي انا ببقى عارفة اماكن الحاجة خلاص واتعودت عليها. لكن بصراحة هي ملهاش مكان غير كده، لان المطبخ زي ما قلت لكم صغير علشان كان معمول لمكان معين يعني. فالحمد لله انا اتعودت على كده والموضوع عجبني يعني مش موترني جامد. انا هنا كنت حاطه الصواني بتاعه الفرن، وحاطه كمان التسالي، حاطه القوالب بتاعه الكيك، البورد اللي بنقطع عليها، الكنك. ممكن ناس تشوفها كتيرة شوية، بس زي ما قلت لكم هي عشان المكان، وانا خلاص حفظت كل حاجة فيها يعني الحمد لله. كده خلاص انا خلصت معاكم الجزئية دي من المطبخ. هفصل بقى الفيديو لغاية هنا علشان ما يطولش عليكم، وبكرة هنزل لكم بفيديو الباقي المطبخ كله، مش هقسمه على اجزاء تاني ان شاء الله. استنوا بقى اخر جزء للمطبخ بكرة ان شاء الله. بتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك للقناة. يلا باي باي.